السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هير ادهم عيد. في فيديو النهارده هنتعلم 10 صفات في اللغة الألمانية، والفيديو ده هيفيدك جدا 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 ومش هتطلع منه غير وانت مستفاد. قبل ما نبدأ احب افكرك بان انت ما تنساش تشترك في القناة لو انت عايز تتعلم كتير عن الألماني، انما لو عايز تتعلم اكتر واكتر عن الألماني ما تنساش تعمل لي فولو على البيج بتاعتي على الفيسبوك، هسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن. يلا بينا نبدأ ناخد الصفات. اول صفة معانا اسمها glücklich. glücklich glücklich بمعنى سعيد او مبسوط يعني. ولو الاملاوت انت مش عارف تنطقها فانا منزل فيديو على قناه دويتشاوي هناك عن طريقه مش هتطلع من الفيديو ده، انا بجد بقول لك كده مش هتطلع من الفيديو ده غير وانت بتعرف تنطق الاملاوت. traurig 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 يعني حزين. نخش على الصفه اللي بعدها. لما بشوف حاجه انا لسه جايبها فدي بيبقى اسمها نوي. تمام. طيب لو خلاص معايا بقالها كتير قوي، عدى عليها فتره كبيره قوي، جايبها بقالي كتير، بقت alt قديم. طيب حاجه انا بعرف اعملها بسهوله، يعني ايه سهل؟ leicht 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 يعني سهل، انما صعب يعني ايه؟ schwer schwer groß groß كبير، انما عكس كبير klein klein. انا شفت شخص جميل او ولد او بنت تمام شكلهم حلو، فالصفة هنا اسمها hübsch hübsch. عكسها hässlich hässlich. بس كده، وكان معاكم هيرا ادم عيد، اشوفكم الفيديو اللي جاي. مع السلامة.